أهلا بيكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: تعرف على القائمة بالكامل المتواجدة في لقاء سيمبا التنزاني اليوم. قائمة اللعيبة بالكامل اللي هيكونوا متاحين للمشاركة في لقاء الليلة: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، معلول، كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، عبد المنعم، خالد عبد الفتاح، اليو ديانج، امام عاشور، مروان عطية، حسين الشحات، قفشة، طاهر، رضا سليم، الضوي، كريستو، كوكا، كهربا، مودست، صلاح محسن، بيرسي تاو. خبرنا الثاني: تعرف على تشكيل الأهلي الأقرب لبداية لقاء الليلة. تشكيل الأهلي الأقرب: محمد الشناوي، محمد هاني، علي معلول، ياسر إبراهيم، عبد المنعم، اليو ديانج، كوكا أو مروان عطية، إمام عاشور، بيرسي تاو، رضا سليم أو حسين الشحات، وكهربا. خبرنا الثالث: تعرف على القنوات الناقلة للقاء النادي الأهلي اليوم. يلعب النادي الأهلي اليوم في 5 مساء ضد فريق سيمبا التنزاني. عندنا قناة اون سبورت هتذيع المباراة بشكل طبيعي، زائد قناة أبو ظبي الرياضية، وبرضو قناة بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات، بالإضافة إلى قناة المغربية الرياضية. خبرنا الرابع: انفانتينو يتحدث عن النادي الأهلي بكل فخر وسعادة. تحدث انفانتينو رئيس الفيفا وقال: بكل تأكيد الأهلي كبير جدا في مصر وأفريقيا، تأهل لكأس العالم عدة مرات. الأهلي يمتلك تقاليد رائعة ولاعبون عظماء، دائما ما استمتع بمشاهدة الأهلي لأنه بيلعب كرة قدم رائعة، لذا يجب عليه أن يستمر على هذا النحو. مصر بلد عظيمة وعظيمة أيضا في الكورة، وقريبة إلى قلبي وإلى قلوبنا جميعا. خبرنا الخامس: سيد عبد الحفيظ: أتمنى تتويج الأهلي بدوري السوبر الأفريقي. تحدث سيد عبد الحفيظ في أبو ظبي الرياضية وأكد على أنه بيتمنى بالطبع فوز النادي الأهلي بهذه البطولة الأفريقية، مؤكدا على أنه يتمنى وصول الأهلي للمباراة النهائية وأن يتوج باللقب.